في عالم بسيط النية الطيبة ممكن تفتح أبواب وممكن تضيع كل اللي وراها. فلوس بتظهر فجأة، علاقات بتتغير، وخط رفيع بين العشرة والمصلحة. كل قرار ليه تمن، وكل تنازل ليه أثر. والسؤال مش مين الصح، السؤال مين هيكمل للآخر. حلقة مليانة توتر، مشاعر متضاربة، واختبارات صعبة للقلب قبل العقل. خليكم معانا وتابعوا الحلقة على قناتكم المفضلة صوت الإذاعة. أنا مش عارف هسيبك واسافر إزاي. ما تشغلش بالك انت، ليه يا رب اسمه الكريم. لو كان عندنا تليفون كنت كلمتك من وقت للتاني. اسمعي يا ماما، كل يوم جمعة روحي عند الحاج متولي زي حوالي الساعة 8 بالليل، وأنا هحاول أطلبك في الميعاد ده. ملوش لزوم يا ابني. لا يا ماما، لازم، دي أحسن فكرة. وأنا كمان وصيت عليك الحاج متولي، وأنا بقولك أهو أي حاجة تعوزيها تروحي تقولي له، الراجل مستعد لأي حاجة. على ايه ده كله؟ هو انا حد هياكلني؟ أنا خايف عليك يا ماما، ابقي اقفلي على نفسك كويس وما تفتحيش لأي حد. انا بس حلت ايه علشان اي حد يطمع فيا؟ ها، دي انا ست كبيرة وفي حالي. برضو يا نينا الاحتياط واجب. المهم انت ما تشغلش بالك من ناحيتي. سافر انت حبيبي وانت مطمن، كلها سنة وترجع لي بالسلامة بإذن الله. ولو لا سمح الله يعني تعبتي ولا احتجتي لأي حاجة زي ما قلتلك عليكي والحاج متولي. ما تخافش حبيبي، امك صحتها زي الحديد. المهم انت بس خد بالك من نفسك ومن مرادك، هم اولادك اللي هيوحشوني قوي. مين؟ اوعي تفتحي الباب يا ماما الا لما تعرفي مين. هيكون مين يعني؟ خلي توكلك على الله. مين؟ انت مين؟ صباح الخير يا امي. ها؟ مين؟ الحاجة زينب مش كده؟ ايوه يا اخويا، ايوه صباح النور. مين حضرتك؟ انت ما تعرفنيش، بس كل الناس بيتكلموا عنك وعن طيبتك وعن حنيتك. انت مين؟ حضرتك عاوز ايه؟ طب ممكن ادخل؟ اصل يعني الكلام مش هينفع على الباب كده. طب اتفضل يا ابني، اهلا وسهلا. خير؟ ده حتى لو مش خير يا حاجة، الواحد لما يشوفك يلاقي الخير كله. ربنا يخليك. انا طالب في معهد الموسيقى ومش من مصر. أيوة. يعني مش من القاهرة. ها؟ وانا عاوز مكان اسكن فيه انا وزمايلي، والاسعار عندكم هنا غالية جدا. تصوري يا امي، لقينا اوضة في اخر الدنيا وعلى السطوح. تصور طالبين فيها كام؟ طالبين فيها 100 جنيه في الشهر. 100 جنيه؟ واحنا غلابة، اهلنا هيجيبوا لنا منين؟ العيشة صعبة يا ابني، الله يكون في عونكم. واحنا بقى جايين عشمانين خير في حضرتك. ها؟ بس انا ما اعرفش حد. يا ريت كنت اعرف لكم شقة ولا حتى اوضة نواحينا. ما هو انت الخير والبركة يا امي، ده كل الناس في الحتة هنا بتحلف بحياتك والمحروس ابنك وانسانيته، ربنا يرجعه لي بالسلامة. هو انت تعرفه؟ لا انا ما اكدبش عليك، انا ما اعرفوش. ما انا زي ما قلت لحضرتك انا مش من هنا، بس الناس الطيبين بيتعرفوا على طول. ده حتى الحتة كلها بيسموا حضرتك الطيبة. الست الطيبة راحت، الست الطيبة جت. ما حدش واخد منها حاجة، ما فيش حاجة بتقعد إلا المعروف والكلمة الحلوة. صحيح، كلام حضرتك مظبوط جدا، واحنا بقى عشمانين في المعروف ده. بس أنا مش هقدر أخدمكم زي ما سبق قلتلك. أنا ما اعرفش ليكوا هنا أي مكان في الحتة. كان على عيني يا ابني كده. يا ترى عملت ايه يا حسن؟ فكرك هترضى؟ دي ولية غلبانة وبتهيألي هيعرف ياكل بعقلها حلاوة. العملية هتتوقف على موافقتها. يا سيدي لو موافقتش نشوف لنا مكان تاني. مش حكاية مكان تاني يا فالح، ده أحسن مكان نقدر نتمم فيه كل حاجة من غير ما حد يقدر يشك فينا. طبعا مكان ما يخطرش على بال حد أبدا. يا ترى اتأخرت ليه يا حسن؟ قال يا خبر بفلوس. أأجر لكم أوضة واحدة هنقعد فيها احنا الأربعة،
وليك علينا ما تحسيش بينا خالص. لكن يا ابني دي بس لمدة أسبوع ولا 2 لحد ما نلاقي لنا مطرح وهنسيبك بعدها على طول. ده بس أنا شرحت لك ظروفنا، واحنا يا أم زي ولادك، وحضرتك ابنك في غربة، ولو ساعدتينا ربنا هيساعده ويوقف له ولاد الحلال في غربته هو ومراته وولاده. يسمع من بقك ربنا. بس الطيب يا أمي لازم يلاقي طيب. شوفي بقى لما 4 أمهات يدعولك هيكون ثوابك عند ربنا قد إيه. هما في الحقيقة 3 أمهات، لأن يتيم الأم والأب، وعمتي هي اللي بتصرف عليا من خياطة الهدوم. أنا لو بإيدي يا ابني أي مساعدة كنت ساعدتكم، لكن أنا ما أقدرش أجر أوضة. ليه يا أمي؟ ما أعرفش أقول لك إيه، بس طب شوف، أول شيء أنا عايشة مستورة والحمد لله ومش محتاجة. يا ست اعملي شيء لله. تاني حاجة، أنا ابني محرج عليا أدخل أي حد. أنا في الحقيقة مش عارفة إزاي دخلتك عندي. دخلتيني لأنك ست طيبة، وحسيت إن أنا ابن ناس وغلبان وزي ابنك. يمكن، لكن برضو لو ابني عرف. أقول لك حاجة، مفيش داعي تقولي لابنك، مش عشان حاجة يعني لا سمح الله، لا بقى عشان بس ما ينشغلش عليك. وعلى العموم حتى لو بعت تقولي له قبل ما يوصلوا جواب هنكون احنا مشينا من هنا. مش عارفة أقول لك إيه، أنا فعلا يعني مخبيش عليك، أنا بزهق من القعاد لوحدي، البيت كبير وانت حقيقي صعبان عليا. بس ما ترديش دلوقتي، أنا هسيبك تفكري، بكرة زي دلوقتي إن شاء الله حاجة أعرف رأيك وهيكون خير. أيوة يكون أحسن برضو، سيبني أفكر. ودلوقتي أسيبك أنا، بس بقول إيه، مفيش داعي تقول لحد من الجيران، يعني حضرتك عارفة بقى الخبر لما يوصل للقرايب يحسبوا يا ما هنا ويا ما هناك، ولا يوصل لابنك يزعل. دي كل الحكاية كام يوم ونلاقي مطرح ونمشي. هاتي ايدك أم وسا. أستغفر الله العظيم. مفيش داعي نقف سوا كده مدة كبيرة. يلا نمشي وبعدين نعرف حسن عمل ايه. استنوا هو حسن جه اهو. معلش اتأخرت عليكم، يلا بينا. يستحسن دلوقتي كل واحد يرجع بيته وبعدين بقى نتقابل. قول لي عملت ايه؟ خير يا فتحي، مش وقته. يلا بينا. حسن، يا حسن انت جيت يا ابني. ازيك دلوقتي يا أما؟ الحمد لله. ان شاء الله كلها كام يوم واعمل لك العملية. ما تشغلش بالك بيا يا ضنايا، الدكتور جارنا وعدني يشوف لي واسطة في مستشفى حكومي، واحسن يا ابني اعملها بالمجان. لا يا أما، انت لازم تعمليها في مستشفى كويسة قوي. يوه يا ابني، وهتجيب منين بس؟ انا هدبر المبلغ قريب خالص. أهلا يا فتحي يا ابني. الله، يعني جاي بدري مش عادتك. هو أنا دايما مش عاجب؟ إن اتأخرت مش نافع، وإن جيت بدري برضه مش نافع. طب ما تتحمقش قوي كده يا ابني. في أكل إيه؟ أنا جعان عاوز آكل. تحب تاكل إيه؟ أقلي لك بيضتين. هو أنت برضه ما طبختيش النهاردة كمان يا ماما؟ الحقيقة يا ابني أصل خرجت. طبعا معاه. وبعدين يا فتحي عيب كده. ومش عيب اللي انت بتعمليه ده يا امي. لا مش عيب طبعا، ومش اصول تكلم مامتك بالشكل ده. يعني انت راضيه عن اللي بتعمليه ده يا امي؟ وهو انا بعمل حاجه تغضب ربنا لا سمح الله؟ والنهارده بقى ان شاء الله نزلت معاه عشان تشتروا الشبكه وبقيه الجهاز. لا اسمع يا فتحي، انا قعدت 10 سنين من غير جواز بعد ابوك ما طلقني، لحد ما علمتك وكبرتك، ومن حقي دلوقتي بقى اتجوز وابص لنفسي. وكان هيجرى ايه بس لما تكملي جميلك للاخر؟ هو العمر لسه فاضل فيه قد ايه؟ انت بتفول عليا بالموت يا فتحي، الله يسامحك، ده انا لسه في عز الشباب يا ابني. تقدري تقولي لي ناقصك ايه؟ المعاش بيكفيك والحمد لله، عايزه ايه تاني؟ ناقصني حد يشاركني حياتي اللي فضلالي. ولو الوضع ده مش عاجبك ممكن تروح تعيش مع والدك، ما هو سايب لك حرية الاختيار. بتطرديني من بيت ابويا؟ معاش يا ابني اللي يطردك، انت بقى اللي مش عاجباك عيشت. انا فعلا لا يمكن اقدر اعيش في البيت ده وفيه راجل تاني. يعني ناوي ترجع لابوك؟ برضه لا، ومش ممكن اعيش مع مرات ابويا. امال ناوي على ايه بس يا ابني؟ هعيش لوحدي. هو انا صغير؟ انا خلاص كبرت واقدر اعتمد على نفسي.
انا بقيت راجل. ايوه بس انت لسه ما خلصتش جامعة، وكل سنة بتاخدها 2. بكره ريحكم مني خالص واشيل هم نفسي. بس لازم تعرف انك لو سكنت لوحدك انا بقى مش هقدر على مصاريف الجامعة ولا حتى ابوك، يبقى هتعيش لوحدك ازاي يا ابني؟ ما تخافيش عليا يا ست ماما، ده انا عندي حته مشروع ياكلني ذهب. المهم اخلصكم مني، مش ده اللي انتوا عاوزينه عشان يخلالكم الجو؟ مين؟ انا. افتحي يا فكيه، افتحي. عوض، ايه اللي جابك دلوقتي؟ انا مش قايلالك مش عايزه اشوفك هنا تاني؟ وحشتيني قوي يا بنت. الله، عيب. ولما حد يشوفك من الجيران يقول عليا ايه؟ انا ست متطلقه من غير راجل، واخاف على سمعتي يا الدلعه دي. معاش اللي يمس سمعتك يا فكيه، ده انا بحبك قوي يا فكيه، وغرضي شريف وانت عارفه. ولما غرضك شريف مستني ايه؟ انا مستعد ابعت اجيب المأذون دلوقتي حالا. طب احلف لك بايه ان انت ما معكش حتى اجرة المأذون. يوه، انت ليه بس دايما تقطميني كده فكيه؟ اسمع يا عاوض، ايه؟ انا هقولها لك للمرة 20. خير؟ انا حلوة وصغيرة قشطة، واحسن معلمين الحتة بيتمنوا كلمة رضا مني عليا، بس اقول يا جواز ده المعلم أوران الفكهاني مستعد يدفع لي مهر 1000 جنيه ومؤخر 20,000، والقسط عبده الميكانيكي مستعد يكتب لي نص العمارة بتاعته باسمي. وكمان يا فكيه انا بحب. استنى لما اكمل لك. والأسطى سيد السباك بيكسب في الشهر يجي 1000 جنيه. طيب يا اختي، ومستعد يجيب لي كل اللي انا عاوزاه. تروح انت فين بقى فيهم يا شاطر؟ بس انا اللي بحبك يا بيت. ايوه بحبك قوي فكيه، وهم كمان بيحبوني. انا ما انكرش انك عاجبني، قيمة وسيمة ولسه شباب، بس انا بقى ما يهمنيش. انا لا يمكن اتجوز صبي نقاش اجري. كم مرة وانا اقولك لو كنت مقاول نقاشة وبتشتغل لحسابك وتقدر تعيشني عيشة حلوة كنت افكر اتجوزك. ما انا قايل لك يا فكيه ان في شغلانه كده ان شاء الله هطلع منها بخبطه جامده قوي، هوب بتخلينا اب فوق على وش الدنيا يا قشطه. شغلانة ايه دي يا واد؟ اسمع، اوعى تكون ناوي تاجر في الممنوع. لا يا حبيبي، انا ما احبش المشاكل. ممنوع ايه بس يا فكيه؟ ده كلام، دي شغله كده زي ما تقولي تجاره يعني. انا الصراحه مش عارف افهمك ازاي. ما يهمنيش ان افهم. خلاص يا ست الكل، انا بس عايزك تستني. اوعى يا فكيه تدي كلمه لحد، كلها كام يوم وهدفع لك مهرك زي ما انت عاوزه. قشطه، ده انا بحبك يا فكيه، بحبك قوي. الله، ايه اللي مرمي تحت الباب ده؟ تلاقيه جواب من بابا. والله زمان انت وجواباتك يا عم ابو شاكر، بس على الله يكون في شيك لحسن المية نشفت معايا قوي. اما نشوف بتقول ايه. ابننا الحبيب شاكر، وحشتنا خالص. يا ترى عامل ايه؟ الدراسة قربت تبتدي، ولما شاء الله تكون تقدمت في دراستك سنة. ماما بتقولك جايبالك بنطلونات حلوة قوي وكم قميص شيك جدا، بتقولك السنة دي مش هتجيب لك الفيديو علشان ورانا حاجات تانية، لكن السنة الجاية هتجيبه، والسنة اللي بعدها. هي لسه فيها سنة جاية وسنة بعدها؟ هو ده المهم عندكم؟ ما فكرتوش انا عايش لوحدي ازاي؟ وكمان ما فيش شيك. يا ساتر، دي بالعافية لما قبلت تدينا أوضة. وهنقعد عندها من امتى؟ من الليلة لو كنتم عاوزين. ما تخلينا من بكرة الصبح يا جدعان. لا صبح يا عوض، الأحسن بقى إن مفيش أي مخلوق يشوفنا. أحسن. اسمع، هي عندها باب تاني وراني للبيت، بيبص على جنينة مهجورة خالص. حلو قوي. أنا بقى قدرت أقنعها إننا ندخل ونخرج منه،
عشان ما حدش يعرف اننا اجرنا عندها اوضه. الغريبة انها رضيت. دي ست طيبه قوي، قشطه طيبه جدا. تصور ان الدموع فرت من عينيها يا عيني. وانا بحكي لها حكايتنا. حكايتنا؟ ايوه يا اخي، حكايتنا اللي انا الفتها لها طبعا. طيب دلوقتي بقى خلونا في المهم، نتكلم في الخطة. انت مجنون؟ ايه؟ الحيطان لها ودان. بصراحه يا جماعه ما كانش لازم ابدا نتقابل احنا الاربعه، لان بعد كده هيعرفوا ان اللي عملوا الحكايه دي 4 شبان. احنا كده بنكشف نفسينا. عموما ما حدش يعرفنا هنا. الحرص واجب اخويا. اسمع يا عوض، انا عندي فكر. خلي الكلام بقى لما ندخل البيت، هناك نقدر نتكلم براحتنا. المهم بقى كل واحد منكم يجيب معاه شنطة صغيرة. ايه لزوم الشيلة يعني؟ شيلة ايه؟ شنطة يكون فيها شوية هدوم، ان شاء الله حتى غيار واحد. معاك حق، عشان يبان اننا جايين من سفر. ايوه وما تنسوش كمان تجيبوا شويه كتب كده، قال يعني احنا تلاميذ وطلاب. دي بقى سيبوها عليا انا. ايوه يا سيدي، ما انت بقى اللي طالب جامعي فينا بصحيح. مساء الخير يا امي. مساء الخير يا ابني، انت جيت؟ ايوه انا جيت ومعايا الجماعه. اتفضلوا. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير يا ماما. مساء اهلا الخير. وسهلا، اتفضلوا. ايه اللي معاكوا ده؟ دي آلات موسيقية في الشنط بتاعتها. يا سلام. ودي كمانجة. وده يا ماما تشيلو. ودي طبلة. شوفي عارفاها. مش انا قلت لحضرتك ان احنا طلبة في معهد الموسيقى؟ ايوه. احنا اسفين قوي يا امي، بس نوعدك يا ام اننا مش هنقعد عندك اكتر من اسبوع واحد، ويمكن اقل. يا الف اهلا وسهلا بيكوا، ده انتوا زي ولادي. بس بقى انا اصلي خايفه احسن وجدي ابني يزعل. ما قلنا ما فيش داعي تقولي له حضرتك يعني، وزي ما سبق قلت لك مش هيلحق يعرف. وكلها كام يوم ونتوكل على الله. ايوه ده حتى لسه واحنا جايين واحد سمسار قال لنا على اوضه قريبه من هنا. ربنا يوفقكم. المهم قولوا لي بقى، تشربوا شاي؟ نشرب شاي. والله احنا ما عاوزين نتعب حضرتك يا ماما. انت بس ورينا طريق المطبخ فين يا امي واحنا نعمله بنفسينا، اصل احنا جايبين معانا الشاي والسكر وكل حاجه. كمان واحنا اللي هنغسل اي حاجة نوسخها. ما تخافيش علينا يا امي، احنا عيال شطار قوي ونعجبك. وتأكدي اننا مش هنتعبك في اي حاجة يا امي. حتى حاجتك يا امنا احنا اللي هنغسلها لك. متشكره قوي قوي يا ولادي، انتوا باين عليكم طيبين قوي. متشكر. المهم بقى انكم كده ايه، انا عايزاكم تهتموا بمذاكرتكم. طبعا. دي الدراسه خلاص ابتدت. طبعا. دلوقتي بقى تعالوا اتفضلوا، انا هوريكم اوضتكم. اهي دي بقى اوضتكم. معلش بقى كل 2 يناموا على سرير. لا دي كويسة قوي اهي تقضي الغرض وبس. الحمد لله. قشطه. واحنا عاوزين ايه اكتر من كده؟ ان شاء الله حتى ننام على الارض. المهم يا جماعه ان احنا نذاكر وما تروحش علينا السنه. لا طيب ازاي؟ بقول لكم ايه بقى، اسيبكم ترتاحوا وانا اروح اعمل لكم الشاي. معلش النهارده بس انا هعمل الشاي بنفسي. ربنا يخليك لينا. بس بقول ايه قول يا ابني. احنا بقى عاوزين منك مفتاح الباب اللي وراني. ايه؟ مفتاح الباب اللي وراني عشان لو اتأخرنا بالليل يعني ما نزعجكيش. وايه بقى اللي هيأخركم؟ ما هو يعني حضرتك عارفة اننا يعني ساعات بنذاكر عند جماعة اصحابنا والمذاكرة بتحب السهر. ايوه يا امي، وعلشان ما حدش يشوفنا برضو لو رجعنا من الباب الرئيسي. وحضرتك بتقولي مش عاوزة حد يعرف علشان الخبر ما يوصلش لابنك. والباب اللي وراني بيطل على غيط، ما حدش هيشوفنا. خلاص اللي تشوفوه. خد يا ابني المفتاح اهو. متشكر قوي يا امي. والله ما انا عارفه انا ارتحت لكم ازاي، شيء كده من عند ربنا. ايوه يا امي علشان احنا طيبين وامنا ده عيالنا كمان. طيب يا حبيبي، عن اذنكم بقى دلوقتي. اتفضلي يا امي، مع السلامه. انا مش مصدق نفسي يا جدعان. جميل قوي. معقوله الوليه دي تصدقنا كده من اول مره؟ مسكينه طيبه قوي. ما هم مسمينها في الحته الطيبه. ودلوقتي بقى يلا بينا نكمل الخطه بتاعتنا. خلاص بعدنا عنهم، عربيه البوليس بعدت. فكرك الخطه نجحت؟ خلاص يا ابني، دي نجحت ونص. المهم دلوقتي نسيب العربيه اللي سرقناها دي بعيد عن البيت علشان ما يدوروش في المنطقه. طب
طب والفلوس دي هنشيلها ازاي؟ ده مبلغ كبير قوي. امال احنا جبنا الكمانجات والآلات الموسيقية دي ليه؟ مش عشان نحط الفلوس جواها؟ كده بقى لما نخش على البيت هيبقى طبيعي قوي لما ندخل ومعانا آلاتنا الموسيقية. طب يلا يلا بسرعة نحط الفلوس جوه الآلات ونسيب العربية في حتة بعيد. يلا. اهلا وسهلا. أهلاً اتفضلوا. وسهلاً. انتوا جيتوا. ايوه. ياه، ايه الشيله دي كلها؟ دي الآلات اللي بنتمرن عليها. انا مش سبق قلت لحضرتك اننا في معهد الموسيقى. ايوه صحيح. ياه، دي كمانجة كبيرة قوي. لا يا ماما، دي مش كمانجة، دي اسمها يا ابني انا مالي ومال اسمها. اتفضلوا انتوا استريحوا، تلاقيكوا تعبانين يا حبيبي. يلا. فعلا يا امي تعبانين قوي. انا بقى محضره لكم فضلة خيركم صينية بطاطس، انما ايه هتاكلوا صوابعكم وراها. ما فيش داعي تتعبي نفسك يا امي. لا، ما هو يا ابني الاكل في المطاعم ما بيبرش الواحد. ادخلوا انتوا بس غيروا هدومكم على بال ما احضر لكم السفرة. عن اذنكم. يا الست دي غريبة قوي، فيها حاجة تخلي الواحد يحبها. ما احنا اخترناها علشان كده. مش ممكن حد يتصور ان الست دي ليها اي علاقة بسرقة البنك. المهم دلوقتي يا جماعة، يلا ندخل الحاجة دي في اوضتنا. ايه الفلوس دي كلها؟ قشطة. ده الواحد تعب من كتر العد يا ابني. حوالي 2 مليون جنيه غير الدولارات، يعني كل واحد هيكون نصيبه 1,000,000 جنيه تقريبا. افتكر يا فكيهة، دول يخلوكي ترقعي تحت رجلي. المهم امي هتعمل العملية في احسن مستشفى، وانا اشوف شقة اعيش فيها بحريتي. وخلي امي بقى تتهنى بجوزها، وابويا هو كمان يتهنى بمراته. وانا هبعت لابويا وامي يرجعوا مصر على طول. هما مستنيين لما يجيبوا الفيديو. خلاص يا سي بابا، انا اللي هجيبه. الفيديو المرة دي عليا انا. قشطة على الفيديو. التمن كان غالي قوي. اقرا الحادثة، حادثة سرقة البنك. اقرا الحادثة، حادثة سرقة 3 مليون جنيه. مين؟ الجرنان يا حاجة، اقرا الحادثة. حادثة ايه كفالة الشر؟ حادثة البنك، حرامية سرقوا بنك، سرقوا حوالي 3 مليون جنيه. 3 مليون جنيه؟ سرقوهم ازاي دول؟ شياطين بعيد عنك، لكن بكرة البوليس هيجيبهم. هيروحوا فين؟ على رأيك أنا عارفة الناس جرالها إيه. خد يا ابني. ما تخلي يا حاجة. اقرا الحادثة، حادثة سرقة البنك. يا ولاد، انتوا فين يا ولاد؟ ايوه يا امي، في حاجة؟ تعالوا اقروا الحادثة. ايه؟ بيقولوا في حرامية سرقوا بنك 3 مليون جنيه. حد يصدق؟ هو انت بتعرفي تقري يا امي لا مؤاخذة؟ الله، امال جايبة جورنال ليه بقى؟ ده انا متعلمة لحد الابتدائية بتاعت زمان. شوف بقى على ايام الابتدائية كانت ايه. هقراها انا الاول وبعدين هبقى اديهولكوا، ولا انتوا عاوزين تقروا الجورنال الاول؟ لا امي، لا، على راحتك اقريه انت الاول، اصل ما يهمناش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ازيك يا حاج؟ الله يسلمك يا ست ام وجدي. انا جيت اشقر عليكي واشوف ان كنت عايزه حاجه. عايزاك طيب يا اخويا. ان كان في حاجه قوليلي، ده الاستاذ وجدي موصيني عليكي قوي، والاستاذ وجدي خيره علينا. لو كنت عايزه اي حاجه كنت قلت لك. هو انا ليا مين بقى غيرك بعد ربنا؟ يعني اسيبك وانا مطمن؟ اطمن خالص، انا بخير يا حاج والحمد لله، وشايلاك للعوزه. طيب استاذن انا بقى. ودي تيجي اقعد لما تشرب الشاي المره الجايه ان شاء الله. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه. ايه يا امي، في حاجة؟ انا سامعك بتتكلمي مع حد. ده الحاج متولي، ده راجل بقى غلبان وابن حلال، وابني موصيه عليا، وكتر الف خيره جاي يشقر عليا. ويا ترى عارف ان احنا هنا؟ لا،
طبعا لا. احنا اتفقنا على ايه؟ على ان مفيش حد تاني ابدا يعرف. يبقى خلاص. عامله ايه يا امه دلوقتي؟ نحمده يا ابني. انت فين؟ شغلت لي عليك يا حسن. معلش يا ام حسن، ظروف. ده انت عمرك يا ابني ما نمت برا البيت، خضتني عليك قوي. اصل كان عندي ورديه. وردية ايه؟ هو انت لقيت شغل يا ابني؟ ها؟ تقريبا يعني. ربنا يا ابني يفتحها في وشك ويسهل لك امورك، بس مش كنت تقول لي؟ معلش يا امه، اليومين دول ما تتخضيش عليا، يعني يمكن اضطر ابات بره. هقول ايه؟ بس ده تعب عليك قوي يا ابني. لا تعب ولا حاجه، خلاص يا ام هانت، هروح اليومين دول احجز لك في مستشفى، في احسن مستشفى. ملوش لزوم، الدكتور رأفت جارنا وعدني انه هيحجز لي قريب قوي في مستشفى حكومي. هيقولوا لك استني دورك. لا، ده قال لي انه خلاص اليومين دول وهيخلي احسن دكتور يعملها لي. ما تشغلش بالك انت بيا، شوف حالك انت وربنا معاك. كنت فين يا ولد ليلة امبارح؟ كنت مطرح ما كنت. تلاقيك رحت عند ابوك، بس برضو كان واجب يكلمني ويقول لي، لكن هو كده طول عمره يحب يشغلني. يشغلك على ايه؟ حضرتك عندك اللي شاغلك ومخليكي مش دريانه بالدنيا. اتأدب يا فتحي في كلامك. على العموم انا جيت بس اخد شويه حاجات، وقريب خالص اخد بقيه حاجتي، وبعدها ان شاء الله مش هتشوفوا وشي تاني. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا فتحي؟ هو انا يا ابني اقدر استغنى عنك؟ ما استغنيت وخلاص يا ست ماما. على العموم ما تنسيش تبقي تعزميني على الفرح. اهلا وسهلا يا حاج، جيت في وقتك. انا كنت عايزاك ضروري. خير يا ست ام وجدي، انا تحت امرك. في بس حكايه كده عاوزاك فيها. من عينيا الاتنين. هو انا في ديك الساعه لما تطلبي مني خدمه؟ هم بس كم مشوار عايزاك تروحهم لي، ويمكن حتى اجي معاك. لا ابدا، انت تقعدي مرتاحه 24 قيراط، وانا اروح لك المشاوير ان شاء الله تكون في اخر الدنيا. ولا اخر الدنيا ولا حاجه، دول في نص الدنيا. انت بس تأمري. خير ان شاء الله خير. المهم انا دلوقتي هجيب لك العناوين وهقول لك على كل حاجه. فكيهة، وحشتيني فكيهة، وحشتيني قوي يا بت. كنت فين يا واد؟ معلمك كان بيسأل عليك، بيقول انك ما طلعتش الشغل معاه بقالك كام يوم. معلمي؟ معلمي ده ايه يا اختي؟ بكره هبقى معلم قد الدنيا، اكبر مقاول في الحته. بتضحكي يا فكيهة؟ طب بكره تشوفي المكان المعلم ده اشغله تحت ايدي، ما بقاش انا عوض. دي ضربه كبيره قوي قوي يا بت. جاكبت لما تبتك. قشطه قشطه يا معلمه، ولا تزعلي. ولا اقول لك يا هانم احسن، بكره هخليك يا هانم بصحيح، بس صبرك عليا شويه يا فكيهة. منين بقى؟ اوعى يا واد يكون عقلك قالك تمشي كده ولا كده. كده ولا كده؟ هو انا برضو بتاع كده يا فكيهة؟ اصل شايفاك بتتكلم وانت مالي ايدك قوي. هتجيب فلوس منين يا واد؟ حكايه سمسره كده. هكون وسيط في حته ارض تمنها 4 مليون جنيه، هطلع منها بخبطه كبيره، وبعدين بقى فكيهة الحكايه تمشي سمسره وبيع اراضي وشقق. انت بس اصبري عليا شويه وانت تشوفي يا حبيبتي. 4 مليون جنيه؟ انا في حلم ولا في علم؟ يا حبيبي يا ابني، مالك؟ ده انت سخن قوي. تعبان قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قلب امك. استنى، انا هروح اجيب لك اسبرينه واعمل لك كوبايه شاي وانت تبقى زي الفل. كتر خيرك، كتر الف خيرك. لا ما تقوليش كده، ده انتوا دلوقتي امانه في رقبتي يا حبيبي. حسن، مالك يا حسن؟ تعبان قوي يا فتحي. خليك معاه يا فتحي يا ابني، خليك معاه على ما اروح اعمل له الشاي. الحمد لله خرجت. في ايه يا حسن؟ مش قادر يا فتحي، مش قادر. انا مش عارف ايه اللي خلاني توحدكم. نعم يا اخويا، لا بقى ما حدش غصب على حد، العمليه اتفقنا عليها كلنا وخططناها مع بعض كلنا. امال فين عوض وشاكر؟
راحوا يتصلوا بالجماعة اياهم، عاوزين نشوف الفلوس دي هنصرفها ازاي. عاوزين نخلص بسرعة منها، لازم نطلعها عوام البيت ده. نعم يا سي حسن، لا البيت ده أأمن حتة يتشالوا فيها. بالعكس أنا رأيي ما نستعجلش لحد الحكاية ما تهدى خالص. الشاي والاسبرين يا حسن. يلا يا ابني يلا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قوم كده خدهم وبالشفا ان شاء الله. شكرا يا امي. ياه، كل ما افتكر حكايه البنك دي. نعم. بنك ايه؟ سرقه البنك ال4 مليون جنيه. يا امي، واحنا مالنا؟ خلينا في حسن. لا بقى، ده احنا مالنا. الفلوس دي مال البلد، يعني مالنا كلنا. بس اقول ايه، الشيطان وحش. فكرك يعني هم هيعرفوا يتصرفوا فيها؟ ابدا. وحتى لو عرفوا هيروحوا فين من ربنا؟ تعرف يا فتحي يا ابني، ايوه، ايه احسن حاجه في الدنيا دي؟ راحة البال. واللي خدوا الفلوس دول مش ممكن ابدا هيعرفوا راحة البال بعد النهارده. الله، امال فين عوض وشاكر؟ راحوا يقضوا طلب وجايين حالا ان شاء الله. يجوا بألف سلامة يا رب. عن اذنكم. جواب تاني، هو ده اللي انا باخده منكم، جوابات وهدايا تبعتوها لي. ما فكرتوش يا ناس ان الحب مش ممكن يكون على ورق؟ ده الحب والحنية شيء غالي غالي قوي، ما حدش يقدر يشتريه ولا بمال الدنيا كله. مالك يا شاكر؟ انت بتكلم نفسك؟ اصلي رحت البيت لقيت جواب تاني من ابويا. العلاقة بيني وبينهم بقت جوابات وبس. المهم دلوقتي يا جدعان بقى، انا عايز فلوس، محتاج فلوس قوي، وبفكر يعني اخد قرشين من هنا. استنى، هتعمل ايه يا مجنون؟ سيب الكمانجة دي. ما تخافوش، انا هاخدهم من نصيبي. مش حكاية نصيبك، الفلوس دي ممكن تكون معروفة، مش لازم نجازف دلوقتي. ده انت جبان قوي يا جدع، وانا لما اروح اشتري اي حاجه بمبلغ بسيط حد هيعرف مين اللي اشترى؟ فتحي مع حق، اعمل معروف يا عوض، ما توديناش في داهيه. اعملوا انتوا معروف، انا محتاج لفلوس ولازم اخدها دلوقتي حالا. لو مسيت الفلوس دي هتعرف شغلك. هتعمل ايه يعني؟ اوعى. الله، قشطه، الفلوس شكلها حلوة قوي. بقول لك رجع الفلوس مطرحها، بقول لك. ولا الدولارات يا جدعان، الدولارات شكلها احلى واجمل. بلاش العملة الصعبة، يمكن صعب عليا اصرفها. انا هاخد بس باكو واحد من دول، باكو واحد، واخصمه من حسابي. اسمع يا عوض، ايه مش ده اللي اتفقنا عليه؟ رجع الفلوس في الكمانجة والا هكسر ايدك. طب ان كنت شاطر خدهم مني. استنوا، انا سامع صوت الست بعينها جايه. ايه يا ولاد مالكوا سامعين كده زي ما تكونوا بتتخانقوا؟ خب الفلوس اوام. لا يا امي، ده احنا كنا بنتناقش على حاجة كده في المزيكا. المزيكا؟ يا سلام. على فكرة بقى، انا ما سمعتكوش بتعزفوا حاجة، مع ان انا بحب المزيكا قوي. ضروري هنبقى نسمعك حاجة كلها مزيكا كده. طبعا. نسيتوني، انا كنت جاية اقول لكم ايه، مع ان الجورنال في ايدي. خدوا اقروا بقى. البوليس قريب قوي هيعرف اللي سرقوا البنك. ازاي؟ بيقولوا انهم 4، والبوليس ضروري هيعرف مين ال4 اصحاب اللي ملمومين على بعض. ما هو في 4 اصحاب كتير. ايوه يا ابني انا عارفه. بس بقى البوليس عندنا شاطر قوي وضروري هيمسكهم. اهو الجورنال اهو، عن اذنكم بقى. اسود، رحنا في داهيه. كله منك يا عوض. تفتكروا شافت حاجة؟ طبعا يا اخويا، دي دخلت والفلوس في ايدك. ايوه، ما شافتش ازاي؟ دي كانت بتبص على الالات. يعني ايه؟ خلاص سرنا اتفضح واحنا اللي فضحناه بايدينا. انت السبب يا عوض. انا السبب ولا مش انا؟ مش مهم ده دلوقتي، عرفت وخلاص. ما انتوا سامعين كلامها؟ ايوه سامعينه، ولازم نشوف حل. مفيش حل غير انها تموت. ايه؟ ايوه تموت، واحنا محدش شافنا عندها خالص. تقتلوها؟ نقتلها. ايوه، ما تطلعش نفسك، تقول نقتلها. لا يجرى اللي يجرى، لكن قتل لا يا عوض حبيبي، لا.
لو انت مستغني عن نفسك احنا مش مستغنيين عن نفسينا. هي ست كبيرة وخدت نصيبها من الدنيا، لكن احنا لا. ايوه عوض معاه حق. اصل الحكايه ما عادش فيها تفكير، يا هي تموت يا احنا كلنا ضعنا. طيب ومين اللي مش انا ولا انا. وانا طبعا برضو ولا انا. هي في الحقيقه تصعب علينا كلنا. هي ست أميرة فعلا، لكن هنعمل ايه؟ دي لسه كانت جايبه لي الدواء من شويه. ايوه، وانا ياما شفتها بالليل بتقوم تقفل الشباك علشان ما نبردش. وانا كمان كانت تحط لي اكل زياده علشان عارفاني اكيل، لكن هنعمل ايه؟ مع ان مش متفقين نقعد معاها ناكل هنا. ده حنينه قوي. المهم دلوقتي مفيش وقت. دي ممكن تروح دلوقتي تبلغ البوليس. والعمل انا عندي فكره. ايه؟ نعمل قرعه. نكتب اسامينا في ورقه واللي يطلع اسمه هو اللي يقتلها. قرعه احسن فكره. يلا بسرعه قبل ما تبلغ. اوام حكمتوا عليها بالموت؟ مفيش غير كده. حسن. لا نعم. لا يا اخويا، لا، إيه ده؟ القرعه طلعت عليك. مش ممكن. يلا يا حسن، المسدس اهو، ملوش اي صوت، رصاصه واحده وانتهي كل شيء. وبعد كده ناخد الفلوس ونهرب على اي مكان تاني. ايوه، ولا حد شاف ولا حد دري. اسمع حسن، احنا خلاص بقينا مجرمين ولازم نكمل. في حاجة يا ابني؟ انت اكيد عارفه انا داخل اوضتك ليه. طبعا عارفة. عارفه يا اما عايز اسبرينة يا عايز غطا. اسبرينة غطا؟ يقطعني، الدنيا بردت قوي وانا ما خدتش بالي. تلاقيكوا يا حبيبي بريتوا ليلة امبارح. والله يا ابني سهي عليا اطلع لكم غطا تقيل شوية. غطا ايه وبرد ايه يا امي؟ الشتا دخل من غير ما نحس، واحنا بلدنا كده يا حر حر يا برد برد. ربنا يسامحني بقى. ربنا يسامحك انتي. انا دلوقتي هنا مطرح امكم بالظبط، والام يا ابني مش ممكن تنسى ضناها ابدا. يعني لو والدتك كانت مطرحي كانت غطتك برموش عينيها. انا كان لازم اعمل كده، معلش ربنا يسامحني. معقول في حد في الدنيا ممكن يكون طيب بالشكل ده؟ نعم. انت بتقولي حاجة؟ مش عارف اقول لك ايه. انت عندك اولاد؟ ايوه، ابن واحد ومسافر زي ما انتوا عارفين. على فكرة انا جالي منه جواب النهاردة، والنبي بقى خد اقراه علشان تشوف ابني حنين عليا قد ايه. هما كلمتين، خد بس اقراه. أم الحبيبة، وحشاني خالص، وحشاني ولم يمضي على سفري سوى أيام. مشغول عليك يا أمي، ومش عارف إزاي أنا سبتك وسافرت. الولاد بيسألوا عليك دايما، ربنا ما يحرمهمش منك أبدا. أنا مبسوط في البلد دي، لكن أي شيء هنا مش ممكن أبدا يغنينا عنك وعن حنيتك. ده أنا بعد الأيام لحد ما أجي وأشوفك. أم الحبيبة، تقبلي سلامات سلوى اللي وحشتيها خالص، وقبلات عديدة من الأولاد. ابنك وجدي. ما عندكيش غيره؟ لا، ربنا ما أردش، لكن بقى ربنا رزقني بولاده، ولد وبنت زي القمر. والمثل بيقول أعز الولد ولد الولد. يا سلام يا حسن، لو تعرف وحشوني قد إيه. وانت طبعا بتعامليهم بحب وبحنان. طبعا إذا كنت بتعاملينا احنا بالشكل ده. ربنا يعلم يا ابني، أنا بعاملكوا زي ولادي بالظبط. يا ريتك كنت بتعاملينا وحش. ليه يا حبيبي؟ كفل الشر، ده الدين المعاملة. انت عايزني بقى أخسر ديني؟ مش عارف أقول لك إيه. قول اللي انت عايز تقوله وأنا سامعاك. عن إذنك يا ست هانم. إيه؟ تعالى هنا. إيه ست هانم دي؟ ليه كده بقى؟ أنا من ساعة ما دخلتوا البيت هنا وأنا بقول لكم قولوا لي يا أمي.
هو أنا مش زي أمكم برضو؟ طبعا إذنك. لا، أنا مش هسيبك تخرج إلا لما أسمعها منك. هي إيه؟ كلمة يا أمي. عن إذنك يا أمي. استنى، في حاجة؟ ما قلتليش كنت داخل عايز إيه؟ لا خلاص، مش عايز حاجة، مش عايز أي حاجة. حسن جه. عملت ايه يا حسن؟ عملت ايه؟ ما قدرتش. يعني ايه؟ يعني اعملوا اللي انت عاوزين تعملوه فيا، لكن مش ممكن ابدا اقدر اذيها. لكن القرعه جت عليك. قرعه ايه؟ انتوا عاوزين تعملوني قاتل بالقرعه؟ لا يعني ايه؟ نروح في داهيه؟ انا متهيألي انها ما عرفتش حاجه. لا يا اخويا، عرفت. انا شفتها بعينيا دول وهي واقفه جنب الباب وعينها على الالات والفلوس اللي كانت في ايديا. طب ما بلغتش ليه علينا؟ ومين قال لك انها مش هتبلغ؟ هي بس مستنيه الفرصه اللي تقدر تخرج فيها. لا مش ممكن اقدر اقتلها وخلاص. ما اقدرش ابقى قاتل، ما اقدرش. احنا دلوقتي في نظر القانون مجرمين وانتهى الامر. احنا سرقنا لكن ما قتلناش. ما تنساش كان معانا سلاح وهددنا بيه واستعملنا الرصاص كمان. ايوه بس جت في رجل الراجل، احنا ما موتناش حد. ايوه بس اسمه شروع في قتل. احنا دلوقتي مجرمين ومحدش فينا هيقدر يتراجع يا حسن. يا ريت كنا نقدر نتراجع. انا ندمان قوي. المهم الست اللي جوه هنعمل فيها ايه؟ دي ملاك بالست. لو كنتوا سمعتوا الكلام اللي قالته لي كان ضروري صعبت عليكم. اسمعوا يا جماعه. ايه؟ تعالوا ندخل عليها كلنا. ها؟ خلاص هتقتلوها؟ اسمعي يا ست انت. ايوه اسمعي من غير لف ولا دوران. ايه اللي عرفتيه عننا بالظبط؟ عرفت انكم الحرامية اللي سرقتوا البنك. ايه؟ عرفتي؟ انا مش عبيطة يا ابني، انا شكيت فيكم من ساعة ما قريت الحادثة وقالوا انهم 4، من قبل ما اشوف الفلوس في ايديكم واشوفكم خبيينها في الالات. وما بلغتيش ليه؟ لاني مش عايزة اضيعكم، مش عايزة اقضي على مستقبلكم. يعني مش ناوية تبلغي؟ ناوية خليكم تبلغوا انتوا بنفسكم. احنا نبلغ؟ ايوه يا ابني، ترجعوا الفلوس وتبينوا ندمكم، كده الحكم هيكون بسيط. لكن لو البوليس مسككم الحكم هيكون كبير قوي. انتوا صعبانين عليا. وما خفتيش مننا؟ خفت طبعا، لكن سلمت امري لله. وسكتي؟ كان ممكن ابلغ من يوميها وبكده انقذ نفسي منكم، لكن ما هنش عليا شباب زي الورد يضيعوا في شربة مية. قلت لازم انقذكم من شر نفسكم قبل ما انقذ نفسي. انا عندي ولد زيكم، وانا زي امهاتكم، وعارفة امهاتكم هيجرى لهم ايه لو البوليس مسككم. يا جماعة أنا مش قادر أصدق اللي بسمعه. الخير موجود يا ابني، وانتوا الشيطان غواكوا. الرجوع للحق فضيلة. بقى انت يا حسن يا ابني، هانت عليك امك العيانة تعمل فيها كده؟ امي؟ وعرفت منين؟ انا اول ما شكيت فيكوا شفت بطايقكم من وراكم، اتصلت باهاليكوا وعرفت كل حاجة عنكم، عرفت ايه اللي ضيعكم. الشيطان. معقول كل ده من غير ما نعرف؟ اسمعوا كلامي يا ولاد، اتصلوا بالبوليس وقولوا له انكم ندمتوا، وانا هقعد هنا جنب الفلوس، وانا متأكدة انكم لما تسلموا نفسكم الحكم هيكون ضعيف خالص. لا بقى، بعد كل اللي عملناه نرجع كل حاجة تاني؟ امال خدناها ليه؟ سهرنا ليالي نخطط وندبر ليه؟ وبعدين نرجع الفلوس؟ لا مش ممكن. ايوه ده احنا خاطرنا بعمرنا، كان ممكن نتضرب برصاص ومع ذلك خاطرنا بروحنا. وبعدين عايزيننا نرجع كل حاجة؟ يا جماعة هو ده الكلام الصحيح، نرجع كل حاجة. اسكت انت، احنا كنا غلطانين لما شاركناك معانا. مش وقت عتاب وخناق، اسمعوا كلامي، اتكلوا على الله. انت بتخرفي يا ست انت، انا قلت لكم دي لازم تموت. طب لو موتوني يا ابني هتروحوا اعدام، حرام عليكوا شبابكم. يعني ايه؟ عايزه تفهميني ان احنا نهمك اكتر من نفسك؟ انا واحده لكن انتوا 4، انا نفسي انجيكوا. ليه ما تقولوش ان ربنا خلاكوا اخترتوني انا بالذات عشان ترجعوا لعقلكم على ايديا؟
انتوا يا ابني مش مجرمين، انا عرفت عنكم كل حاجة. الظروف هي اللي كانت هتضيعكم. كانت ما ضيعنا خلاص. لا، الوقت قدامكم. تفتكروا لو انتوا قتلتوني وخدتوا الفلوس هتعيشوا مرتاحين؟ لا ابدا، مفيش اصعب في الدنيا من عذاب الضمير. وبعدين ارجع اقول لكم، ان شاء الله حتى بعد قد ايه برضو البوليس هيعرفكم. دي فلوس بتبقى معروفة يا ابني، والبوليس عندنا شاطر جدا. يا جماعة، الست دي بتتكلم كلام معقول جدا. وانا بقول لكم الست دي لازم تموت. ايه ده؟ البوليس؟ عملتيها وبتقولي سلموا نفسكم؟ ما تخافوش يا ولاد، ده مش البوليس. قوموا بس افتحوا، ما تخافوش. ايه؟ نفتح. انا اللي هفتح. ايه؟ ابويا، ايه اللي جابك من السفر يا ابويا؟ شاكر ابن حبيبي. فتحي امي حسن. اما ايه اللي جابك يا اما؟ ده انت عيانه. أنا يا ابني قمت علشان رايحة المستشفى النهاردة. الدكتور حجز لي مستشفى حكومي كويسة قوي. ليه عملت كده يا حسن؟ ليه؟ انا مش فاهم حاجه. انتوا عرفتوا طريقنا ازاي؟ وانت يا ابويا جيت من السفر ازاي؟ ما انا اللي بعت له تلغراف وقلت له الحق ابنك هيضيع. وعرفت ازاي يا ابويا العناوين دي؟ ومين الراجل ده؟ ده الحاج متولي، كان ابني وصاني ألجأ له وقت اللزوم. كتر ألف خيره، هو اللي ساعدني بعد ما أقنعته إننا ما نبلغش. اتفضل يا حاج. ده في كمان مفاجأة تانية. تعالي يا فكيهة، اتفضلي ادخلي. فكيهة؟ انا مش فاهمه حاجه، مش فاهمه غير ان الحاج ده اترجاني اجي هنا. طب ودي يا حاج عرفت عنوانها ازاي؟ من البطاقه برضو؟ لا، لما سألت عليك في عنوانك ضحكوا الجيران وقالوا لي اسأل عليه عند فكيهة وادوا لي عنوانها. الحقيقة الست مواجدي لما عرفت انه كنتوا اللي سرقتوا البنك اتصلت بيا وخلتني اتصل باهاليكوا وبكل الناس اللي يعرفوكوا. الحمد لله الحمد لله. ساعة ما وصلنا التلغراف كان في طيارة في نفس اليوم، فجيت على طول. أنا مهم عندك يا بابا للدرجة دي؟ معقولة؟ ده أنا محتاج لك قوي يا أبويا. وإحنا خلاص مش هنسيبك تاني أبدا. بعد إيه؟ بعد إيه؟ الفرصة لسه قدامكم كلكم، وانتي واقفة ساكتة ليه كده يا سامية هانم؟ مش عارفة أقول إيه. أنا السبب. خلاص يا أمي، خلاص ما تعيطيش. بكرة تعيطي أكتر وأكتر. لا يا ابني لا، أنا خلاص مش هسيبك أبدا. هاخدك في حضني يا حبيبي، هحميك من كل شيء، هعوضك عن كل اللي فات. والعريس اللي جاي؟ خلاص يا فتحي خلاص، أنا مش ممكن أفكر في الجواز ده تاني أبدا. ده أنا ماليش غيرك أنت يا حبيبي. دي البصة في وش ابنك تسوى الدنيا بحالها. الله، طب وانا بقى مالي ومال اللي حصل ده؟ انت السبب يا فكيهة، رحت في داهية علشانك، انت السبب. ليه هي الدلعة دي؟ كنت قلت لك اسرق ولا اسرق؟ يا ولاد كل شيء هيتصلح، كل شيء هيتصلح، والأمل في ربنا وفي اللي هنعمله. يعني احنا لو سلمنا نفسنا هيخففوا الحكم؟ طبعا يا ابني طبعا، وده أول شيء هنعمله. وانا كمان. وانا طبعا. ولولا الست الطيبة دي اللي ربنا رماها في سكتنا كان حصل شيء تاني. يلا بينا على الاسم. طب والفلوس؟ أنا هنا هقعد جنبهم. طب والنبي أشوفهم بعناية قبل ما تسلموهم، أشوفهم من نفسي. الفلوس ملهاش قيمة ولا حتى طعم من غير الأمان والحب والحنان. وهنا تنتهي السهرة الإذاعية. أتمنى أن تكون السهرة قد نالت إعجابكم، ولا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.